حلو كتاكيت قلبي، يوم حد جديد وويك اند جديد ورحنا مدينة جديدة، طلعنا برا برلين خالص من غير ما نحسب ولا نخطط لأي حاجة طبعا كالعادة. لأني والله 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 ما كنا حاطين في بالنا ان احنا رايحين مدينة تانية أصلا. تعالوا هحكي لكم ايه اللي حصل من البداية خالص. أول حاجة كان المفروض رينو هيروح يقضي اليوم مع بابا، وانا هقعد انضف البيت لان البيت صعب قوي. كان بقالي بتاع 3 ايام تقريبا ما نضفتش ولا حاجه في البيت، فكان البيت صعب قوي. قعدت نضفت غسلت نشرت عملت كل حاجه على امل بقى خلاص دلوقتي هيجي ياخده، ساعه هيجي ياخده، ساعتين هيجي ياخده. المهم بابا اتشغل وما قدرش يجي ياخده. خلصت ترويق البيت في ساعات، قعدت وقت طويل قوي يعني لان انا عملت حاجات كتير. طبعا رينو اديكوا شايفين هتعرفوا انا ليه طولت. بصوا رينو بيعمل معايا ايه. المهم بعدين قررت قلت خلاص هنزل مادام بابا مش ناوي يجي ياخده يعني النهارده اتشغل، فخلاص هنزل بيه لان الولد بيزهق وبيمل من البيت. جت الفقره اللي انا ما بحبهاش الا وهي لف الطرحه لاني ما بعرفش الف طرحه، فبضطر في الاخر ارجع اعملها كده ورشقة دبوسين في دماغي وشكرا كده ودمتم. ويا سلام اوعى الحلاوه واوعى الشياكه واوعى الاناقه، بس كده خلاص. والاكل كمان كنت عامله حسابي برضو لما رينا هيروح عند بابا هطبخ بقى والجو ده اكل الاسبوع. فبالتالي ما لحقتش، فقلت خلاص هعمل حاجات في السريع. هنا عملت البتاعه دي اللي هي عباره عن لبنه، وكنت عايزه اعمل مربى بس دقتها جسمي اشعر ما بحبش السكريات فقررت ما اعملش مربى. كان عندي المكرونه ديت بايته من امبارح، فاخدت مكرونه والبتاع اللي هي الجبنه واحده مربايه واحده بس. حسيت نفسي جسمي اشعر من السكريات ما حبيتهاش، واخدت رينو كتكوتي ونزلت. واللي انا شايلاه على كتفي دي يعني مش شنطه للاسف، الستات بتمشي شايله شنطه وانا بمشي شايله الزباله. المهم طلعت على الاسبان ورحت وركبت اول اسبان في وشي على اساس ان احنا نروح فانزي اللي هي مدينه الطواويس هناك. اذ فجاه يا سعاده البيه اسرح في المواصلات وما ركزش والاقي نفسي وصلت اخر خط اخر حاجه خالص وكله بيقول لك انزل. انا فين يا جدعان؟ انا في بوتسدام، مدينه تانية اصلا بره برلين. ازعل اتضايق ارجع اركب الخط العكسي ناين. رحت سريشت على اول حاجه ممكن اروحها هنا في بوتسدام ممكن تكون ايه، فلقيت في وشي قصور كده كتير كبيره. قلت خلاص يلا بينا. شفتها بتطرح ازاي وركبت الباص ورحت انا ورين ركبنا الباص وشفتوا انتوا بنقطع التيكت ازاي. وما تنسوش طبعا بعد ما تعملوا التيكت اللي هي تحطوها في الماكينه اللي حطيتها فيها دي بتحط عليها التاريخ والوقت عشان لو مش حاطينها وطلع كنترول هيخالفكم. المهم قعدت اتفرج على المدينه من الشباك واذ فجاه اكتشفت ان احنا حضرتك عايشين في مزبله في برلين والله العظيم. ايه الجمال والنظافه والحلاوه دي، ايه ده. ودي الجامعه بتاعتهم، هي صغنطوطه بس كتكوته يعني بصراحه حسيت البيوت اكبر منها بس نظافه. بصوا ورقه بتاعه سجاير مفيش خالص خالص اهو الشوارع بتبرق. المهم هفاجئكوا سرحت تاني ونزلت اخر الخط تاني، بدل ما انزل في المكان اللي انا رايحاه لا نزلت اخر الخط تاني. بصيت كده يا جدعان في ايه في ايه بجد والله. بس انا ما بحبش اتضايق. اتبسطت بالمكان اللي انا روحته وقعدت اتمشى شويه في المنطقه اللي انا فيها لحد ما جه الباص اللي هو العكسي عشان يوديني لحد القصر. وهنا وكنت وصلت القصر وهو بصوا كده في البدايه كده حاطين خريطه وبيشرحوا لنا في قصور قد ايه جوه. في 6 يا جماعه 6 قصور بسم الله ما شاء الله حاجه كده. عارفين لما تحس عينك مرتاحه؟ يعني اتفرجوا انتوا معايا. والله ما كنت عايزه احط فويس اوفر اصلا على الفيديو عشان ما بوظوش. بصوا على الجمال، بصوا على التفاصيل. لو بتحبوا فن النحت هتنبهروا كميه تفاصيل هناك. ايه ده، ايه الجمال ده. عارفين هفصلكم، عارفين انا في وسط الحاجات دي كلها بفكر ازاي؟ انا بحب ازور القصور واشوف المتاحف واشوف الحاجات اللي عدى عليها سنين كتير قوي، وبمشي بفضل اقول بجد لمن الملك اليوم بجد. يعني ايه، انا كان عندي كل الحاجات دي وخلاص رحت. المهم بلا فزلكه بلا فلسفه على الفاضي. انا هنا صعقت ليه بقى؟ ايدي ورجلي في الخروج اتكسر اللي هو الترايبود بتاعي. بتسالوني كتير مين بيصورك؟ هو الغالي ده. وساعات لما بتبقى الكاميرا متحركه انا بوقف طوب الارض في الشارع يا جماعه لو سمحت ممكن تصورني. فالناس مش بترفض، بس انا بتارجت الناس اللي اختارها. يعني بختار الكابلز، بختار الناس اللي معاها كاميرا، بختار الناس الشباب. ما بحب اروحش مثلا لحد عجوز اقول له صورني انه مش هيعرف يصورني، هيقف كده ويدوس على الزرار وخلاص. وحتى الناس الشباب برضو ممكن جزء منهم يعرف يصور وجزء لا. يعني انا لو تمسكوا موبايلي بعد كل خروجه هتلاقوا فيه 200 فيديو و200 صورة لان هي الناس بتتك تك تك تك. انا بختار من التكات بتاعتهم واحدة صابت 2 خابت 3 صابوا 3 خابوا، وبعدين بدلت اللي مش ظبطوا وبسيب اللي ظبطوا.
وفي ابلكيشن كده بستخدمه للتصوير، بدوس عليه بربطه بالموبايل بالكاميرا وبدوس عليه تايمر، وهو بيفضل يتك 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 يصور لحد ما انا بروح افصله او لحد ما بكون عامله المده بتاعته. فيعني في تكنولوجيا متطوره يا جدعان، مش محتاجين حد يخرج معاك عشان خاطر يصورك. وساعات طبعا بيبقى معايا ناس، يعني حد من صحابي او كده، بس في الاغلب دي بتبقى طريقه التصوير بتاعتي. المهم القصور كل ما امشي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، اروح لقصر، اروح للتاني الاقي سلالم سلالم سلالم. في ايه يا جدعان؟ صحتكم بسم الله ما شاء الله، انتوا ما كانش عندكم اسانسيرات؟ بتعملوا في نفسكم كده ليه؟ ما تبنوا قصوركم على الارض. حسيت اللي هو بفرهده رهيبه، بس انا ما كنتش عايزه اطلع والله. الواد ريان طلع وصمم وطلع، وقلت له والله ما دام طلعت لا تنزل لوحدك. نزل لوحده، واتبسطنا في المكان وتصورنا زي ما انتم شايفين، والتماثيل في كل حته. ده كان القصر التاني ولا التالت تقريبا. كمية الطبيعة يا جماعة في المكان، هم عاملين جناين كتير، يعني وسط ما بين كل قصر وقصر جناين كتير كبيرة كبيرة. الناس دي كانت عايشة ازاي؟ الناس دي مثلا انا والله اللي جه في بالي ان لو واحدة عايزة بنتها ومفيش تليفونات، كانت بتوصل لبنتها ازاي في الليلة دي؟ يعني مثلا كان بنتها في القصر التاني، كانت بتجيبها ازاي بجد؟ وحياة ربنا دي اسئلة بجد، مش حاجات هبلة ولا بهزر ولا كده، لا جاوبوني عليها عشان انا فعلا الاسئله دي في دماغي. لما كان حد فيهم بيبقى عايز يوصل لحد، يعني ماما مثلا انا كانت تنادي عليا من الاوضه، تجيب اخر الشارع عادي، تجيبني خدي تعالي هنا، اجي جري. دي امها بقى لما كانت تبقى عايزاها كانت بتنادي عليها تجيبها ازاي؟ طب بجد فكروا في اسئلتي دي، مش هتحسوا انها بجد حقيقيه؟ حاجه حياه ممله قوي يعني، والله يعني تلاقيهم بيلفوا يا حبايب قلبي طول اليوم يدوروا على بعض. بصوا، بصوا المكان ده كانت ايه؟ دي كانت استراحة تقريبا، جنبها استراحة الصينية او حاجة زي كده، مش عارفة ايه جيب الصين في المانيا. وكان في بطبوط، بطة وحيدة، مش عارفة حاطين من كل نوع من كل فصيلة بطاية ولا ايه، مش فاهمة. كل ما كنت بمشي الاقي بطاية واحدة مثلا من نوع معين. وجيت وصلت لحد القصر هنا ولقيت سلالم برضو. السلالم دي بتبقى مزروعة في الصيف وبيبقى شكلها كله اخضر، فبتبقى حلوة، هجيلها تاني في الصيف. حاولت اطلع ناين، لا انا صحتي قلت على قدي، انا واحده مفرهده، انتوا ناس كنتوا عايشين زمان معرفش كنتوا بتعملوها ازاي، بس انا بصراحه واحده مفرهده وصحتي على قدي، مش طالعه ولا رايحه في حته. حتى كمان كان ريان كمان برضو مفرهد يا روح قلبي، ما كانش عايز ينزل من الكندر فاجن. المره الاولى حطينا ركننا الكندر فاجن على جنب كده وطلعنا فوق بقى وتمشينا. المره دي ما قدرناش بصراحه، فلفينا ورجعنا تاني. بصوا يا جماعه عشان تفهموا بس القصر عامل ازاي، بصوا المداخل دي كل مدخل بيودي على حاجه وعلى مكان، بصوا ما شاء الله. تحس نفسك في متاهة، بس هي مش متاهة قوي عشان هم حاطين اللي هي البتاعة دي في الأرض، ودي بتقولك كل قصر هتروحه ازاي أو كل اتجاه بيودي على ايه بالظبط. فاحنا هنا كنا خلاص قررنا نرجع عشان خاطر الليل جه، وزي ما انتوا شايفين المكان فضي خلاص. فروحنا ركبنا الباص. يا جماعة بصوا، هي المدينة حلوة وجميلة وكل حاجة، بس حرام يعني الواحد عشان ما يكذبش، برلين فيها روح. ايه ده الباص كان بيجي كل نص ساعة. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا بجد حسيت نفسي بملل قوي، انا قعدت بتاع نص ساعة مستنية الباص. احنا ما عندناش كده في برلين، الباص بيجي كل دقيقتين تلاتة خمسة بكتير، اللي هو حياة في حياة. المهم وانا ماشية حسيت نفسي شم ريحة عارفاها، بصيت كده على يميني لقيتها بيدا تركي. حبيب قلبي تعالى. جبت واحدة بيدا كده اتسلى فيها، لان انا اصلا كان معايا اكل لو تفتكروا من اول الخروجة. والحمد لله كان طعمها حلو وكانت رحلة لطيفة، مش محسوب لها خالص. احكوا لي بقى، حبيتوا المدينة الهادية بالطريقة دي ولا حبيتوا نظام برلين اللي هي المدينة الكبيرة والزحمة وفيها ناس وفيها حياة اكتر؟ دي فيها نظافة ودي فيها حياة. انا عن نفسي هقول لكم حبيت ايه اكتر في الكومنتات. ولو وصلت لحد هنا شكرا ليكم، وتعالوا انستجرام. باي باي.